اللهم أرحني بعد التعب، وأسعدني بعد الحزن، وكافئني بعد الصبر. اللهم إني أعيد قلبي من وحشة الدنيا وكدرها. اللهم أزح من قلبي كل خوف. يا صباح الخير وصباح الحلويات، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم على حاجات حلوه جميله جدا وافكار جميله وبسيطه وغير مكلفه نهائي، لتغيير كده ديكور اوضه النوم عندك كده. لو هي ثابته في مكانها ومتقدريش تنقلي مكان الدولاب ولا التسريحه ولا الكلام ده، هقول لك على حاجه واحده بس تقدري تغيري بيها نظام الاوضه عندك وتخليها شيك جدا. فيلا بينا نشوف روتين يومنا هيمشي ازاي النهارده، وازاي كمان هنعمل الديكور الحلو ده. فيلا بينا نشوف الفيديو. طبعا صحينا الصبح كده وخلصنا اللي ورانا، فطرنا الاولاد اهم حاجه عشان نبقى فاضيين نعمل باقي شغل البيت او باقي الحاجات اللي احنا عايزينها. طبعا في التوقيت ده اللي انا بصور فيه القهوه بتاعتي، اكيد هما مش حواليا، انا حاولت اسربهم شويه في البلكونه عشان اقدر ان انا اعمل التصوير الحلو ده بتاع القهوه. المهم ان انا قررت ان انا اشرب القهوه بتاعتي في روقان كده، وامسك البلانر بتاعتي او الاجنده او الكراسه اللي انا بخطط فيها الحاجات اللي انا هعملها النهارده او الحاجات او المهام اللي انا هعملها النهارده، واشرب كوبايه القهوه كده اثناء ما انا بشوف الحاجه اللي ورايا. فخدت كوباية القهوة بتاعتي كده وقلت ان انا هشربها واخلصها سريعا، وهدخل على اوضة النوم معاكم، هنروقها ونظبطها، وبعدين هنعمل مع بعض الديكور بقى اللي بقول لكم عليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده حالها لا يسر نهائي خالص، مكركبة كركبة رهيبة، كل حاجة مكركبة، كل حاجة على الارض وكل حاجة كده مكركبة. فهنبتدي واحدة واحدة كده. اول حاجة هنجمع كل حاجة موجودة على السرير، وهنجيب فرشة سرير تانية يعني، هنجيب مراية تانية نظيفة عشان نفرشها. طبعا هيبقى عندنا غسيل قوي النهاردة كتير، لان انا ناوية اغير فرش السرير. ف هبتدي ان انا افرش بقى المراية التانية دي على السرير كده، وبعدين هنحط بقى ايه كل حاجة مكانها واظبطها كده عشان تتفرش وتبقى منظمة وكويسة. بحب قوي ابتدي بترتيب السرير في الأوضة، بحس ان هو طالما ترتب وتساوى كده بحس ان باقي الأوضة سهلة ان شاء الله. فببتدي دايما بفرش السرير او ترتيب السرير لو مش هغير الفرشة بتاعته. بصوا بقى، دي الحيطة اللي ورا السرير على طول او اللي هي فوق السرير على طول عندي، اهو السرير، ودي ايه الحيطة اللي فوقيه. الفكرة بقى في شوية الصور اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، انا اللي عاملاها ازاي هقول لكم دلوقتي عاملاها ازاي. المهم انا عندي مجموعه صور كتير قوي، انا كل فتره والتانيه بحب اعمل الصور او التابلوهات الصناعه اليدويه كده بتاعتي البسيطه دي. فاخترت التابلوهات دي اللي بالابيض والاسود، حسيت ان هي هتبقى شيك جدا على الاوضه، خصوصا ان عندي الاوضه الدهان بتاعها لونه يعني اوف وايت شويه في اسود، فاكيد هتبقى ماشيه معاهم، وحطيتهم بالشكل ده. وزعتهم على الحيطه اللي هي ورا السرير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولزقتهم بايه؟ بالعجينه اللي هي شبه الصلصال كده، بنشتريها من المكتبه، معروفه جدا في المكتبات. بشتريها من فيبرا كاستل، هي اسمها فيبرا كاستل يعني، ومعروفه قوي. بصوا بقى البراويز دي انا عملتها ازاي. طبعت الرسومات زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديوهات السريعه اللي عدت، ولزقت على الاطراف بتاعتها فوم جليتر، وبدات ان انا اعملها زي اطار كده عشان الزقها. وبعد كده ظهرت عندي التابلوهات الحلوه اللي لزقتها قدامكم. بصوا بقى، ظبطت التسريحه كده وخليتها زي الفل كده، لميت كل الكركبه اللي عليها، وهبتدي دلوقتي ان انا امسح الازاز، وهمسح الرخامه بتاعه التسريحه بتاعتي كده، وهظبطها وارتبها واحط كل حاجه مكانها كده. الحمد لله اوضه النوم اترتبت واتظبطت وبقى يعني تمام كده وحلو قوي. من الحاجات اللطيفه اللي فرحتني قوي النهارده ان انا غيرت من الديكور او غيرت من شكل المكان، وحسيت ان المكان كده بقى مختلف وبقى جميل زي ما انتم شايفين كده. الدنيا فعلا اختلفت عن الاول تماما. ندخل بقى بعد كده على اوضه الاولاد، هي متكركبه شويه كركبه بسيطه كده، يعني السراير بس محتاجه ان هي تتساوى وتترتب، ونلم شويه الحاجات اللي موجودين على الارض كده. فهخلصها كده سريعا. رتبت السراير ورتبت الارض وجمعت شويه الالعاب بتاعتهم كده. هما دلوقتي موجودين بره عندي في الليفنج يعني، او في الركنيه الجزئيه اللي بنقعد فيها على طول عند التلفزيون، بيلعبوا وخاربين الدنيا. طبعا المطبخ متكركب، بصوا ازاي. ولسه عندي تحضيرات كتير قوي في الغدا، عايزه احضر الغدا واعمل الغدا. فاول حاجه بس ايه،
عايزه اخلص الحاجه اللي في الحوض. خلصت شويه الاطباق والكوبايات اللي كانوا في الحوض مكان الفطار. حطيت الغسيل في الغساله، وكمان حطيت الغدا على النار. وبنعمل الغدا، بنعمل باميه وكمان رز ابيض وكمان شوربه وفراخ. عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي بيحب يعمل الاكله تكفيه يومين مش يوم واحد. يعني بحب مثلا لو طبخت في اليوم اطبخ طبخه تكفيني اليومين، عشان خاطر عندي اولاد صغيرين، فساعات مبقاش قادره ان انا اطبخ، عايزه اراعيهم اكتر، اقعد معاهم شويه، ما ببقاش عارفه اصلا اقف في المطبخ وكده. فاللي بيسهل عليا بصراحه ان انا اطبخ اكله تكفيني يومين، او اطبخ اكلتين يكفوني يومين. يعني ممكن مثلا اطبخ الاكل يقعد معايا يومين كاملين. الحمد لله كده نضفت المطبخ ومفيش اي كركبه ولا اي بهدله. وكمان مستنيه الغساله بس تخلص الغسيل اللي جواها عشان خاطر اخده انا الشرب. قلت كده سريعا بقى انضف الحمام. مهم جدا ننضف الحمام، خصوصا بعد الغدا وفي اخر اليوم. بعد الغدا بحب جدا ان انا اجمع يعني او بعد تجميع الاطباق وغسلها وكده ادخل برضو على الحمام، اشوف الفوط اللي محتاجه تتغير اغيرها، ارتب الحمام، احط الصابونه مكانها، اساوي الدنيا، فبيرجع مترتب ونضيف وزي الفل. بحب قوي ارتبه بعد الغدا، وقبل النوم كده برضو بحب ارتبه واعطره كويس. المهم نشرت كمان الغسيل، بعد كده غيرت الهدوم بتاعتي كده عشان خاطر بعد المعركة والبهدلة وكده الطبخ وكده. فالحمد لله سويت الدنيا، وابتديت بعد كده ان انا اصلي العصر. صليت العصر، وبعد صلاة العصر كمان حضرت الورقة اللي مكتوب فيها الاذكار قدامي عشان خاطر ما انساهاش. الاذكار بقى يا جماعه حلوه جدا، بحس براحه نفسيه قوي لما انا التزم بقراءه الاذكار. ويا رب يا رب افضل ملتزمه بيها. يعني طبعا اكيد بنساها كتير قوي، بس طبعا ده حصن للمسلم من اي حاجه. فبصراحه بحب ان انا التزم بيها. بدات كده افتح البلانر بتاعتي واشوف الحاجه اللي انا انجزتها، والحاجات اللي ورايا لسه ما انجزتهاش. فلقيت بقى نفسي الحمد لله انجزت حاجات كتير، وفاضل لي حاجات بقى بسيطه كده ان شاء الله ننجزها مع نهايه اليوم. البلانر حلوة قوي يا جماعة. يعني انتوا كل ما بتعملوا حاجة بتروحوا تعلموا عليها كده بتحسوا بإنجاز، وفي نفس الوقت بتحسوا كده ان انتوا عملتوا حاجة كده مفيدة في يومكم. يومكم ما عداش كده عليكم، وفي نفس الوقت مش بتنسوا اي حاجة من المهام اللي المفروض كنتوا تعملوها. دلوقتي الاولاد الحمد لله حاولت ان أنا ادخلهم يناموا نص ساعة كده قيلولة، عشان انا لو ما نمتهمش القيلولة بتاعتهم دي بيفضلوا طول الليل صاحيين مقريفين. فرتبت كده الليفنج بعد ما هم دخلوا يناموا عشان خاطر يفضل مترتب ويفضل حلو كده وبسيط. وكمان كل حاجه كده ترتبت واتظبطت والبيت زي الفل. اكيد هيصحوا يبهدلوا الدنيا، ما فيش عندي اي مشكله من ان هم يفركشوا الدنيا تاني. اهم حاجه ان هم بصحتهم وعافيتهم. فقلت كده بعد ما هم ناموا كمان زوري كده في زي شكه صغيره، فقلت الحق نفسي بشويه حاجات دافيه، فعملت شويه ينسون اهو. برضو الواحد اعصابه ترتخي كده ويهدى شوية من الجري والتنطيط والزعيق طول اليوم في الاولاد. ربنا يهديهم ويصلح حالهم، واشوفكم في فيديو جديد على خير.